عامله لنا ايه النهارده يا ناهد؟ عملت لكم مكرونه باللبن، او بالمعنى الاصح اسمها العزيزيه الدمياطي. حلوه جدا جدا، وهو ده وقتها يا جماعه. حاجه كده ترطب على القلب. مش هنعمل رز بلبن، مش هنعمل اطباق كتير. اللي حابب المكرونه باللبن هنعمل العزيزيه الدمياطي. حلوه جدا جدا، هي تشبه عندنا كده الرز بلبن او المهلبيه. حلوه يا جماعه وخطيره، وبتطلع بتتاكل ساقعه كده، ترطب عليكم في الجو الحر اللي احنا فيه ده. صينية حلوة ولذيذة وترطب على القلب، ما بتاخدش 5 دقايق أو 10 دقايق في العمايل، سهلة وسريعة. يلا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة جبت حلة كده، هنحط فيها كوباية من المكرونة. كوباية بس من المكرونة، أي نوع مكرونة عندك بقى، أي نوع. المهم ان احنا هنسويها جدا جدا، هتستوي جدا يعني تقريبا كده. في ناس بتخليها لحد ما تتهري. طلعت معايا بالشكل ده. ممكن تسيبي فيها حبة مية زي ما انا سايبة كده، لا انا هصفي كمان شوية. وممكن تصفيها خالص. انا سبت فيها كده حبة مية، خفت ان هي يعني ايه، آه تسخن فيها شوية. عندي كيلو من اللبن او الحليب، حطيت نصه في الخلاط وهركن نصه. النص اللي حطيته في الخلاط ده هحط عليه المكرونة اللي اتسلقت عندي وكانت مستوية جدا زي ما انتم شايفين. هحط بقى سكر على حسب الرغبة. انا حطيت كوباية الا ربع من السكر. وفي الحله على النار، نفس الحله اللي سلقنا فيها المكرونه، هننزل ببقيه اللبن التاني. نص كيلو، انا حطيت كيلو من اللبن، نص حطيته في الخلاط ونص حطيته في الحله اللي انتوا شايفينها دي. سهله يا جماعه وسريعه جدا ومتاخدش وقت. والمخلوط اللي انا ضربته في الخلاط هنزل بيه على اللبن، واكون ولعت النار على نار متوسطه. خلاص. وانزل بقى عندي هنا 3 معالق من النشا، هدوبهم كده في شوية مية باردة وانزل عليهم على الخليط اللي احنا عملناه ده. 3 معالق من النشا في شوية مية باردة وانزل بيهم. وهفضل اقلب كده لحد ما القوام يتقل معايا، وبس كده هي خلصت العزيزية. سهلة وسريعة ومبتاخدش وقت خالص، وطعمها حلو جدا. بعد ما اصبها في القالب هتدخل في الفرن، وكده خلصت. خلاص القوام بتاعها بقى حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. تقل معايا، ولا هو تقيل قوي قوي ولا هو خفيف، تقل كده قوام متوسط، شكله حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. عندي صينيه بقى هدهنها بالسمنه كده زي ما انتم شايفين او الزبده، وهنزل فيها بالمخلوط اللي انا عملته. خلاص بعد ما الصينيه لازم تبرد معايا شويه، وهدهن وشها كده بحبه من الزبده او السمنه بالفرشه اللي قدامي دي. بس هدهنها بعد ما ايه، ما نسيبها كده تبرد، يعني تقريبا 10 دقايق ربع ساعه، عشان الوش بتاعها ما ايه ما اسمها ايه يا جماعه، ما يفلقش كده. وهدهنها وتدخل الفرن بقى 10 دقايق وتخرج زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. واحلى صينيه عزيزيه دمياطي او مكرونه باللبن زي ما بيقولوا عليها هناك. والف هنا وشفا، ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه، وسهله وسريعه وحلوه جدا جدا.